وللحديث أكثر عن الجوانب القانونية ينضم إلينا من مكتب القناة بمراكش عصام الإبراهيمي رئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي. أهلا بك أستاذ عصام. إذن ما هي العقوبات المترتبة عن هذا الانسحاب؟ شكرا لهذا السؤال. أولا المقتضيات الفقرة 10 من المادة 11 من قانون المسابقات وكذلك الفقرة 8 منه تتأكد على واحد المسألة مهمة جدا، وهو أن إذا كان هناك واحد الفريق اللي ديكلارا فورفي تتعاقب واحد العقوبة ديال 50,000 دولار إذا كانت الكومبيتيسيون واصلة ربع النهاية ونصف النهاية، وتيجي المادة 10 وتتقول لك بأنه تضاف إلى واحد العقوبة أخرى وهي الحرمان والمنع من مشاركة في منافستين التاليتين لهذه العقوبة. نعم. فبالتالي أن المادة 8 والمادة 10 أو الفقرة 8 والفقرة 10 تتأكد على العقوبة ديال المنع من مشاركتين متتاليتين في هذه المنافسة ديال كأس الكاف. نعم. طيب، كأس الكاف والفريق راه هناك عاوتاني مقتضيات المادة 16 اللي تتأكد على أنه هذا الفريق يعتبر إليمينيتي تقسم المسابقة. واضح. طيب، بعد لجوء الاتحاد الجزائري إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس، ما هي التطورات المرتقبة لهذه القضية؟ أولا ينبغي أن نعلم بأنه هناك ثلاث قرارات التي من المفترض أن الاتحاد العاصمة قد لجأ فيهم إلى الطاس. عند القرار الأول هي تسليم الأقمصة اللي كان هناك قرار استئنافي، قرار نهائي من طرف الكاف وتم الاستئناف ديالو لدى الطاس. عندنا القرار الثاني اللي تعتبر اتحاد العاصمة عنده خسارة ديال 3-0، وعندنا القرار الثالث اللي من المنتظر أنه خصو يستأنفوا اللي هو القرار الحالي اللي تنتظروا ان اللجنه ديال المسابقات او الكوميسيون انتر كلوب تاخذ فيه اون ديسيزيون، وعندهم بمعنى عندنا ثلاثه ديال القرارات اللي مفترض بان اتحاد العاصمه غادي او الاتحاديه الجزائريه غادي يستأنفوه. ولكن كاين هناك واحد الاجراء تحفظي اللي ممكن واللي سمعنا بانه من المحتمل يكونوا داروه، وسمعنا بانه راه ما تقبلش لهم، وهو اعمال مقتضيات الماده ار 37 اللي تتعطي الحق اللي تتقدم بالطعن باش يطلب اجراءات تحفظيه او اجراءات استعجاليه استثنائيه. ف يعني على حسب العلم ديالنا انهم تقدموا بهذا الطلب وطلبوا ايقاف المسابقه الى حين البت في هذه ثلاثه ديال القرارات او البت فيهم. لكن المحكمه ديال الطاس تراعي في هذه المساله ثلاثه ديال العناصر، وثلاثه العناصر غير متوفره في ربما غير متوفره في هذه النازله، فتم رفض الطلب. فبالتالي على المستوى المضمون عندنا الطاس يراقب المسطره، يراقب سلامه الاجراءات واتباع المساطر اللي عندها علاقه بقانون المسابقات كود ديسيبلينير، تراقب تطبيق القانون. عاد فاش يدوز الموضوع ديال الحديث على القميص او الحديث على الخريطه اللي هي مساله محسومه استنادا للتعريف اللي تتعطيه الفيفا في لو كود ولو ريغلومون ديال لي ديزيكيبمون دو لا فيفا اللي تقول لك بان العالم لو درابو ممكن انه يكون على بشكل اوفيسيال اللي معترف به من طرف الدوله. نعم. اللي مشاركه ولا اسوسياسيون اللي تكون افيلي، ولا تكون بشكل يعني يتناسب مع يعني بشكل زخرف او شي حاجه اللي تتحيل على لا. وتنعرفوا بان نهضه بركان راه ماشي خريطه، راه حواطها علم فعلا مجسد في شكل خريطه. اذن الامر وهذا هو اللي تنطبق على التعريف اللي عطيه الفيفا ما دام ان الاتحاد او الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم يعني صادقت واعتمدت قميص نهضه بركان قبل انطلاق المنافسه. الاستاذ عصام الإبراهيمي رئيس المركز المتوسط للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من مكتب القناة بمراكش. إلى البطولة الاحترافية إنوي، حيث فرض المغرب الفاسي التعادل على الوداد الرياضي بهدف داخل كل شبكة، بينما واصل فتح الرباطي عروضه المخيبة بعدما سقط في فخ الهزيمة بهدفين دون رد على يد ضيفه نهضة زمامرة، وذلك ضمن منافسات